خان، ما تسكر جرحك وتألم، حتى من جرحك تتعلم، ما تسامح إنسان. يلي بقلبك غدر ومعلم، من دارك قلبه لا ترحم، يلي العشر خان، ما تسكر جرحك وتألم، حتى من جرحك تتعلم، ما تسامح إنسان. حق القلب يلي عقلبه انهان، شاعل بقلبي من القهر بركان. وحق القلب يلي عقلبه انهان، شاعل بقلبي من القهر بركان. ما تنطفي ناره لا ياخد بداره، من كل حدا خوان. يلي بقلبك غدر معلم، خود بتارك وقلبه لا ترحم، يلي للعشر خوان، لا تسكر جرحك وتألم، حتى من جرحك تتعلم، ما تسامح إنسان، ما تسامح إنسان. يا ميت أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي سميرة. شو طمنيني، شو صار معك؟ والله ما بعرف، ليك قدامك اسأليها. يا ابتهال، انتي رح تتجوزي أبو عصام، مختار حارة التيني، بعدين مو كل يوم تجيكي هيك جوازة. ايه انا معك، بس بالسر. ايه بالسر، بس لبين ما تجيبي له الصبي عصام. لك أبو عصام ناطف قلبه ليشوفه لعصام، وبس تجيبي الصبي رح تسكني عنده بالحارة وعلى مرأى العالم كلياتها. يعني هيك قصص بيد رب العالمين. بلكي ما جبت الصبي وجبت بنت، شو؟ يعني جبتي البنت بعدين بتجيبي له الصبي؟ والله ما بعرف، مو ظابطة. سميرة بدك احكي لك كلمة. يا ابتهال يا حبيبتي، انت شايفه شلون وضعنا، لهيك اتكلي على الله، وان شاء الله رب العالمين ما بيقدم لك غير الخير. آمين يا رب. ان شاء الله. عم على السيرة، مين قتلوا العزولك عصام؟ والله يا عبود ما بعرف، أنا انخرب بيتي من هالقصة، اتهموني ظلم، وأقسم بربي أنا ما دخلني، حتى أبي ما صدقني. لك عصام أنا بنفس الليلة نزلت على بيته لأبو عزة وهددته هو وابنه، بس أنا ما كنت ناوي أقتله، خوفته بس. كيف هيك صار؟ مين اللي قتله؟ يعني مين بده يكون وراء هذا القصة؟ مين بده يكون؟ علي رح يطلع من محله، والله العظيم علي رح يطلع من محله. لا على القصة، والله قصة بتحط العقل بالكفة والله. أسعاد روح حط الشاي بسرعة، روح. فريد عبي جرة مي، يلا. أمرك معلم. وأنت قوم سوي عشاء، يلا قوم. ايه شو كمان خبرني، هات لشو.
يامو، طيب فوتي حاكي لك يا كلمتين، خليه يطلع يشرب فنجان قهوة معك، بركة بيروق. ما رضي، كتير مزعوج ومتضايق. والله يا بنتي خايفة عليه، اللي صار معه ما له سهل ابنه. يعني أخوك عصام الله يهديه، مو معقول ضل لحتى جاب البلا لأبوكي. يا رب دخيلك، من وين اجتنا هالمصيبة هلا؟ والله العظيم مو انا. احكي والله مو انا. عم تجاوبني يا كلب. لا تمد ايدك علي، انا ماني ولد صغير، انا رجال. لوين رايحة خالتي؟ ابتهال، يامو شفتي كيف وشها ما بتفسر؟ لوين راحت؟ ما بعرف، أكيد في شي براسها. وطلعت بدون ما تاخذ إذن أبي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل شي عم يصير فيني بسببي أنا دللته لهذا الولد، وأمه دللته أكثر مني. قال شو بتزرع بتحصد. لك يقبرني عصام، لك الله لا يحرمني. وش أنا؟ لك دخيله، أنا دخيله بابا. يابي تفضل ابن عمي. الله يسلم ايديكي. الله يسلمك. يا مو عصومة، عصوم يقبرني هالوش الحلو. ابن عمي، يعني كمان هدول بناتك دللهم شوي، مو بس عصام الله يخليه. ليكون مو عاجبك؟ لا عاجبني. يلا طولوا بالكم، الله يحمي الكل. عصوم يا عصوم، تعال بابا تعال. أنا ما شاء الله ما شاء الله. تعالوا يا عمي، تعالوا يا عمي، تعالوا. يا عمري يا مو عصومة. آخ هذا سندي، هذا سندي. الله يخلينا إياك ويخلينا عصومة. كسر لي ظهري الولد، كسر لي ظهري. شو ابن عمي؟ ما بدك تقوم؟ آخ يا ميني آخ، عم عض أصابعي ندامي على الشيء اللي عملته بحالي. جبنا الولد ليسند ظهرنا وعم كسر لي ظهري. هي آخرة الدلال. طول بالك ابن عمي وهدي لي حالك، يعني ما بصير تشيل هم أكثر من اللازم مشان صحتك. أنا حق علي لأني ما كنت رد عليك بس ما حكيك لحتى هون وصلنا. صلي على النبي، صلي على النبي مشان الله ابن عمي. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. ابن عمي،
ابتهال طلعت من البيت. يا سيدي نحن لك كنا خلاص، انت رئيس كراكون انت؟ لك شلون مجرم يهرب منك ومن عناصرك؟ يا سيدي أنا وقتها كنت عم حقق بالجريمة اللي صايرة، وعصام ما بعرف كيف غافل العناصر وهرب منهم. والله أنا ما دخلني باللي صار يا سيدي. اسمع نادر، ترفع عقوبة بعناصر الكراكون، وهذا المجرم بده ينكمش يعني بده ينكمش. أمرك سيدي، مهم تكونوا أنتوا رايقين وكل شيء بيصير مثل ما بدكم. روح نقلع روح. شو هاد؟ تحت أمرك، بس المهم أنتوا تروقوا سيدي، عن إذنك. اسمع مور سيدي، بتنفذ تعليمات البيك عصمت، مفهوم؟ أمرك سيدي أمرك. قلع. حاضر. عم تفهمي ولا ما عم تفهمي؟ عم بقول لك بدي مصاري، يعني بدي مصاري. لك اتركني، عم اقول لك ما معي غير المصاري اللي اعطيتك اياهم المره الماضيه. ما في شغل، النسوان ما عم يبعتوا وراي لاكشف عليهم اخي. هلا على حظي المسخم، نسوان الحاره بطلت تخلف. ما بعرف اخي، ما بعرف. لك بس ما بعد عنا، حرام عليك. لو كان ابي عايش كنت بتسترجي تعمل معه هيك. بدي لا لبناتي. دلال روحي افتحي. لا في بردك ولك، ما حدا بيفتح الباب غيري. وانتي حسابك معي بعدين. دلال مين انتي؟ السلام عليكم أخي. لا اعمل لك مين انتي؟ بدي داعي فوزية. اسعي من وشي اسعي. يوه اهلا وسهلا خالتي ابتهال، اهلين تفضلي. حبيبتي شو هذا؟ شو صايبه؟ امانه لا تواخذيني، بس ما يكون زعجك بشي. لا ما زعجني، الله يهديه. نادي لي الداعي فوزية بعد إذنك. طيب تفضلي فوتي، مو حلوة على الباب. لا ما فيني فوت، عاوزتها بمشوار ضروري، نادي لها بسرعة. تكرمي. يامو يامو. يا نادر انا ما بعرف، انا بدي حقي من اثنين، صاروا اثنين، عبود الحناش وعصام ابن المختار. حقك بتاخده من شواربي يا أبو عزو، وراح أجيب لك الاثنين وحطهم تحت صرمايتك. ضحكتني، سمعت كثير من الحكي. لك 50 رئيس كراكون صاروا مبدلين وما قدروا يجيبوا عبود الحناش. هلا انت بدك تقدر تجيب الاثنين؟ لا يا أبو عزو. لا تقول لي لا ولا بقول لك لا، الكراكون ما عاد له طعمه. لك أنا اليوزباشي نادي، وإذا ما بتعرف مين أنا روح اسأل عني بالحكمدارية. لا بدي اسال ولا بدي اعمل شيء خاطره. وين؟ أبو عزو يا أبو عزو. العمى هذا شكله مو مصلي على النبي بالمرة، شكله عن جد يأذيني عن حقه حقيقي. والله بده يخرب لي بيتي والله. فرحان كمال، هذا سيدي. اسمع انت وياه، اليوم بده يكون الحنش وعصام متكوكين بالحبس. بس يا سيدي ما بدي بس، تخرس انت وياه وبتنفذوا اللي عموله، فهمانين؟ حاضر سيدي. نلو ست ابتهال، بس فهميني لوين رايحين؟ بدي روح لعند برهوم مشان أعرف بيت الحنش وين. دخليك؟ ما عاد عرفتي شي عنا لسميرة؟ لا ما عرفت ولا بدي أعرف. مشي مشي انتي كمان، شو هالسيرة هي؟ يلا. مين؟ انا رجلي افتحي الباب يا حرمه، ندهيله للبيك. يلا يلا. ام درويش، مين في على الباب؟ رشدي بده البيت. رشدي؟ خير امي.
ليش هيك تضايقتي؟ ومين هذا رشدي؟ لا حبيبتي ما في شيء، قصة طويلة بحكي لك اياها بعدين، هشوف شو قصته. روحي انتي، روحي. حاضر. ايه شوفوا الندل. فوت. لك أهلين بالست فتون. خانم طولتوا الغيبة علينا كتير. حلوة اسطنبول ما؟ أحلى وبرك إلهي، ما كنت أعرف أخلص منك. لك آخذ حقك ومستحقك والزيادة عليك. شو بدك؟ ليش عم تنقبر تيجي لهون؟ بتعرفوا لا، بدي أقطع لك رجليك التنتين إذا بشوفك هون مرة تانية. يعني ما بيكفي عندي رجل معطوبة؟ تضحي لي التاني. قسما بالله بقعد قدام باب بيتك وبقعد بدعي عليكي قدام الرايح والجاي. بتعرفيني أنا لما بيفلت لساني ما بيعود بينضب. ما في داعي نعمل هي الحركات على بعض. أي معك حق، بس شكلك نسيان أنا مين. أنا فتون خانم يا حقير، بنته لناظر بيك ومرته لعصمت بيك. فتح لي مخك شوي. بدخيلك نحن هم خرجنا نعمل رتب ومراتب. شو نسياني حالك يا فتون خانم؟ انه نحن اولاد حارة الدينة. روح نقلع من هون ولك، نقلع من هون يلا. ايه قبل ما تقلعيني من باب بيتك طمنيني، شلونها شموسة بنتك شمس؟ انت شو بدك بنتي شمس؟ ليش عم تجيب سيرتها على لسانك؟ اخي انا ما بدي شي غير اني اطمن عليها. اعطينا اللي فيه النصيب. فكت يا عرب. ايوه قولها من الاول. بدك مصاري ما؟ في احلى من المصاري مشان تتعبى الطاسة. قوم هدول وما بدي اشوف خلقتك مرة ثانية، عم تفهم؟ الله يحفظ لنا الخانم. نقلع. ايه دربي ست ما يرد. أمي شو بك هيك معصبة؟ وشو طلعت قصته هذا رشدي؟ ما في شي حبيبتي، ما في شي. بده شغلة هيك من أبوكي ومن السرايا يعني، وقلت له ما بيطلع بإيده، مو شغلته هالشغلة. إيه ما كان يفهم. أمي الله يخليكي، إذا فيه أبي يساعده خليه يساعده، حرام والله بتكسبوا في ثواب. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. نشوف، هذا شغل أبوكي أنا ما بفهم فيه. هذا البيت. ايوه أهلا وسهلا، تفضلوا. يا ميت أهلين وسهلين، شرفتونا، بس ما تعرفنا عليكم بلا صغرى. بنتي. انتي أصيل؟ ايه انا أصيل. الله لا يوفقك يا بلا ترباي، يا بلا أخلاق، يا بنت قتال القتلة. ابتحال شو بك؟ شو صار لك؟ شو عم تعملي؟ اتركيني، بدي ربيها لهالبلد ترباية هي. خربتي لي بيت ابني، الله لا يوفقك إن شاء الله. بنتي مرباية أكثر منك ومن عيلتك. أنتي مين وشو بدك منا؟ نلع من بيتي. بنتك خربت لي بيت ابني، دمرت لي حياته، الله لا يوفقك إن شاء الله. شو بدك منه؟ شو بدك من ابني عصام؟
لك أنا ما عاد أعرف شو بدي ساوي. لك خربتي لنا حياتنا يا حية. أنا بفرجيكي، أكيد عملتي له سحر، أكيد. استني شوي، شو هذا اللي عم بسمعه؟ شو هاد سحر وعشق وما بعرف شو؟ شو عم تحكي هي الحرمة أصيل؟ ما بعرف يا أمو، ما بعرف. ما بتعرفي؟ بتقتلي القتيل وبتمشي بجنازته؟ ما بتعرف بريئة، ما لها خبر بشي. ما بتعرفي إنه ابني قتل شاب كرمالك؟ لك شو بدك منا، شو بدك؟ ابتهال، لحظة، أنت قصدك عصام ابن المختار؟ عصام ابني قتل شاب كرمال بنتك، وهلا عاملة حالها بريئة وما بتعرف بشي. ما بعرف شو ممكن يصير بابني، ما بعرف شو رح يصير فيه. شو هذا اللي عم بسمعه؟ أصيل، شو هذا اللي عم بيصير؟ شو اللي عم بسمعه؟ يا أمو أنا ما غلطت، عصام بحبني ورايدني بشرع الله. ايوه؟ يعني وقت كان عم بيوقف بوش الكراكون ويحاملنا كان مشانك انتي؟ لا مو مشاني، هو عصام شهم. يبعت لك حمى، يقبرني اياكي. لك شو هذا اللي عم تحكيه؟ ولا ما يصل هالحكي لابوكي لحتى يشختك شخط على البلوعه؟ شو انتي ما بتعرفي من ابوكي؟ يا مو مشان الله انا ما غلطت. ايه، على اساس مالك خبر وما بتعرفي شيء، الله لا يسامحكم ان شاء الله. والله العظيم ما بعرف شيء من هالحكي كله. يبلاكي بقتلك يا اصيل، شو عمل فيكي؟ خلصنا يا مو، كرمال الله خلص. لك انا خسرت ابني، خسرت وحيدة كرمالك انت. الله لا يوجه لك الخير، الله ينتقم منكم يا رب، الله ينتقم منكم. هدي وطولي بالك يا خانم، ما بصير غير اللي كاتبه ربك. طولي بالك ابتهال، وكلي الله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل. وليه مقصوفة الرقبة؟ هذا كله بيطلع منك؟ شو أعمل فيكي أنا؟ شو أعمل فيكي؟ لك يا جماعة والله ما عم صدق، ما عم صدق اللي صار. معقولة عصام يعمل هيك شيء؟ معقول يوصل إنه يقتل؟ يا جماعة أقسم بالله قلبي مع أبو عصام، هالمسكين شو صاير فيه هلأ؟ يا جماعة ربانا عصام كل شبر بندر وبيدلل فيه، لك ما صدق إنه إجاه الصبي. الله يصلحك يا عصام على هالعملة، الله يصلحك. بيكون انخرب بيته لأبو عصام وهو مختار الحارة. يا حرام، هذا يلي صار. ايه، وابوك شو عمل؟ شو بده يعمل يا عمي؟ اللي صار صار، ما راح يطلع بيده شيء. لا حول الله من امر الله، لا حول الله من امر الله. لا حول الله. الله يكون بعونك يا ابو عصام. امين. أهلين خالتي. وين أمك؟ والله أمي مو هون يا خالتي، أم درويش. إيه؟ وين راحت؟ ما بعرف، إجت ابتهال خانم مستعجلة، أخذتها وراحت، لوين ما بعرف. دلال برضاي عليكي، بس تجي أمك على الحارة ابعتيها لعند فتون خانم حرمة البيت، بدها إياها ضروري ضروري. خلص خالتي اعتبريه وصل. يلا تسلمي. وين خالتي رايحة؟ إيه مو حلوة على الباب، تفضلي نضيفك فنجان قهوة. تسلمي لي يا رب، مرة تانية مرة تانية، لا تنسي. لا ما رح أنسى، الله معك خالتي. خالتي خالتي. أهلين وسهلين. شو بدك أبو فارس؟ يا خالتي انت ما بصير تشتغلي خدامة عند البيت، ما بصير. هذا شيء ما بيخصك. لك شلون ما بيخصني؟ لك انت خالتي مرت ابي الله يرحمه، وابي كان له عضواته وله قدره وقيمته. انا ما بسمح لك تشتغلي خدامة، ما بسمح لك. قبل ما تسمح وتسمع، وقبل ما يهمك سمعة أبوك،
أعطيني ورثتي أنا وابني، ساعتها بيحق لك تسمع أو ما تسمع. أنا أصلاً ليش عم بحكي معك؟ أنت مو الحق عليكي، الحق على الدور ابنك اللي قبلان إنه أمه تشتغل خدامة. أبو فارس، أنا إلي تعب عليك، ما حرد ومو خاطرك. شو عليه؟ شو عليه يا مدرويش؟ عصام عصام، تعال تعال. مرني عبود. لا أتحملها لك عصام، وحياة عيونك صغيرة. شلون صغيرة؟ شلون؟ وأنا ما بقى فيني فوت على الحارة ولا أشوف أهل حارتي، حتى أبي يمكن يكون تبرى مني، وبعد اللي صار يمكن ما عاد شوف اللي بحبه. صار عشقان لك عصام. لك لا عبود، راح فكرك لبعيد. ما من عيونك عبود، أنا قصدي أمي، أختي، خالتي، يعني أهل حارتي. صغيرة عصام، صغيرة، ما بتلاقي حالك بكره غير رجعت على حارتك. أخي عصام، هي ليكني أنا وفريد ودحان ثلاثتنا فرارية وقاعدين هون وعين الله علينا. لك قاعدين هون، لك مصيرنا ما معروف لوين رايح، بس بدك الصراحة المعلم عبود ما قصر مع البنوب، لك طلع ابن أصل. يا شباب، شغلتكم غير شغلتي، أنا متهم بقتل زلمة، أما أنتو فرارية من أخذ عسكر، بكرة بيطلع عفو. حتى ولو طلع عفو ما رح أرجع على الأخذ عسكر، حتى لو بدي موت هون. عمي كرمان مين يعني بدنا نطلع نقاتل ونتشرد؟ عمي نحن قاعدين هون ومرايحين نافوخنا، وأهم شغلة ما نحط برقبتنا هون دم. أهم شيء الدم. أنا اتهموني بقتل زلمة بريء منه. شبنا عصام، شبنا روح وصلي على النبي. لا إله إلا الله. شبك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أكيد رح أرجع، أكيد، بس يا مقتول يا مشنو إذا كمشوني جماعة الضابطية. وحياتك رح ترجع على حارتك معزز مكرم، وما حدا رح يقرب ناحك. مشان الله يا عبود، والله بعرف إنك عم تخفف عني. لا، ما عم بخفف عنك، وأنا عبود الحنش، وبكره بتشوف شو بده يصير. طيب شلون يا عبود؟ اقنعني. رح أقنعك بس تصير بحارتك، وأهل حارتك يرحبوا فيك ويزعلوا فيك، وتكحل عيونك بالحبايب كمان. بعرف إنه عشقان وغرقان باين من عيونك. يا حبيبي، والله ما يدرى إنه أنا غرقان وحابب بنته أصيل، غير لحتى يكومني هو ويفوتني على الحارة محمد. الله يستر، الله يستر. ولي على قامتي، شو بدها فتون خانو؟ أمي، شو بك ليه هيك خايفة من سيرة فتون خانو؟ لا ولا شي. بلا يا مو، تغير وشك من الخوف، كل هالقد هالمرة بتخوف؟ ايه والله بتخوف، هدول الناس احنا مالنا قدو. روحي شوفي شو بها، بلكي عم تتوحم. يولعين طريقك، فتون بدها تتوحم، هي ما بتجيب اولاد. يا شلون ما بتجيب اولاد؟ مو قالوا بالحارة انه عندها بنت بتاخد ضبنات العقل قد مو حلوة واسمها شمس؟ لا يعني هي بتجيب اولاد، بس قصدي انه كبيرة بالعمر، كتير كبيرة. شو يعني هلأ رح تروحي؟ ايه بدي روح، اصلا انا لهلا ما سلمت عليها، مو قامت القيامة بالحارة. ايه والله يا علي، تقولي عينه طرقطة لهالحارة، لسه موت ومشاكل، والله يجيرنا من اللي جاي. يا مو، خدينا معك نتعرف على بنت فتون خانم، عم بيقولوا حلوة كتير. لا ما في داعي، وهلأ مو وقتها، أنا رايحة وما بطول، رتبوا البيت انتو. حاضر يا مو.
ايه لك عمي فارس؟ شو هو الموضوع اللي عاوزني فيه؟ يلي جاي تحكي فيه؟ والله يا عمي ما بعرف منين بدي ابلش ومنين بدي ابدا. وبعرف مو انا اللي لازم احكي بهالموضوع، بس ما عندي حل تاني يا عمي. لك عمي والله شغلت بالي، احكي عم بسمعك. عمي انا رايد الصلح بينك وبين ابي اليوم قبل بكره، بس مو طالع بايدي شيء انا، وبعرف انه ابي غلطان معك، وانا شهيد ربي علي حكيت كثير بالسيره، بس امي وابي كانوا يسكتوني. معلش عمي فارس، ابوك بضل اخي، وكل المالكانات والرزق هدول وسخ الدنيا، بس اللي عم يحز بقلبي انه اخي من لحمي ودمي عم بدي هالرزق علي انا. لذلك انت لا توجع راسك واتركها لله. عمي من الاخر انا رايد ياسمين بنتك على سنه الله ورسوله، شلون وكيف هي عندك يا عمي. شوف عمي فارس، انت شاب ابضاي وذكرت وانا بحبك، وانت ابن اخي، وبصراحه ما رح لاقي احسن منك لبنتي ياسمين. يعني انت موافق عمي؟ يا ابني خليني كمل كلامي. تفضل عمي تفضل. بس بدك تقول لي هلا بقى شلون بدك تقنع اهلك بهالقصه، وخاصة امك، وانت بتعرف شو قصدي يا ابني ما هيك؟ والله يا عمي ما رح يقتنعوا، ما رح يقتنعوا. ما هون هي المشكله عمي، بس انا رايدها لياسمين، من شان الله توافق، وانت ما عليك انا مستعد اترك بيت اهلي وعيش عند منك هون بالبستان. لا يا فارس، هذا الكلام مو حلو منك بنوب. انا ما بقبل انك تترك اهلك مشان بنتي ياسمين ابدا. طيب شو الحل يا عمي؟ اتركها لله، واللي بيجي من الله يا محلى. طول بالك. معقول يطلع بإيده عبود يخلصني من هالسيرة وارجع على الحارة؟ إيه مستحيل، مستحيل. كل الحارة حاطة براسها إني أنا اللي قتلت عزه، والكراكون بده إياني. وأبي نفسه ما رضي يوقف معي، شنو أنا غلطت بحقه كتير وغضب علي. آخ آخ، شو اللي صار فيك يا عصام؟ آخ. يا مو مشان الله خلاص سامحيني، الله يخليكي. كل اللي عاملتيه وجاي تقولي سامحيني؟ لك طلعت المي ماشية من تحتي وأنا يا غافل إلك الله. طيب شو بدي أعمل؟ حبه لعصام، بإذن الله إذا نفد من السجن بدي أتجوزه. لك ولي على عيونك. وأبوكي؟ شو بو أبي؟ ليش لحتى ما يوافق؟ يعني شو بده أحسن من هيك؟ عصام ابنه اللي مختار حارة التينة. لك ناقصني جنانك أنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وانت شلون بتعملي هيك حملة؟ ناوية تفضحينا بالحارة؟ لك ما بكفيني ابنك؟ لك شو بدكم تسقطوني؟ طول بالك ابن عمي، طول بالك. كل المصايب اللي صايرة فينا من ورا بنت الحنش، أنا متأكدة إنها عاملة عمل لابني، متأكدة. طولي بالك ابتهال، طولي بالك. ما بدي طول بالي، وما بدي حدا يشفق علي. أنا بدي أشفق عليكي. أنا أكتر وحدة بتعرف شو يعني الضنا. أنا بعرف قديش الضنا غالي وقطع من القلب. شان الله يا أبو عصام، حنن قلبك على عصام وساعده.
لو قلبي حن علي. نسياني برقبة ابنك في دم، وابو عزه ما رح يسامحه، وعم يشترط علينا الدم بالدم، وبتقولي لي حنن قلبك عليه. بدي لك كلمتين اسمعيهم منيح. أمينة رحلة بنت، وانت اعتبري حالك رحلك هذا الصف. حقك علي يا خانم. أنا كان لازم أجي سلم عليكي وهنيكي بالسلامة، بس الحارة قامت وما قعدت. قتلوا شب مثل الوردة. أكيد دريتي. فوزية، أمريني يا خانم. ضبي أخوك رشدي عنا أحسن ما أخفي لك إياه. أخي رشدي؟ ليش شو عامل؟ خير إن شاء الله. أخوك رشدي عم يهددني أنا وجوزي أصبت بيت ببنتنا شمس، وعم يطلب مصاري عشان يخرس يسكر دمه. يسكر دمه؟ ليش أخي رشدي شو دخله؟ أصلاً هو شو عرفه بقصة البنت؟ يا خانم، أنا وقت جبت البنت ما في بني آدم بيعرف غير أنا وإنتي. حتى جوزي الله يرحمه مات وما بيعرف شيء. يعني أنتي مو حاكية لأخوك رشدي عن قصة شمس؟ لا ورب العزة ما فتحت تمي بحرف. إلي عمر كاتمة بقلبي، وأصلاً أنا ندمانة كتير على اللي عملته، وإني حرمت أم من بنتها. معقول انت يا فوزية؟ ولمين هالبنت؟ ومين أهلها؟ أيوة، السر عندك يا فوزية. إيه؟